موت اللقاء الإنساني. أجمل ما في العلاقات البشرية هو القبول الغير مشروط، إنك تروحي لناس عشان هم بيحبوكي زي ما انتي. الزيارات الاجتماعية غرضها الطاقة الإيجابية، نبتسم في وش الناس، نقول الكلمة الطيبة. عادات العيلة في مجتمعنا هي المساحة الرسمية اللي بتمارس فيها الوصايا على الجسد. ايه ده انتي خسيتي كده ليه؟ وشك أصفر، انتي تخنتي قوي، خسي شوية عشان تعرفي تتجوزي. لما الزيارة العائلية تتحول لمسرح ومحاكمة، الأسئلة الحشرية، التقييم الجسدي، النميمة، تتبع عورات الناس وأسرارهم، مين اتجوز، مين طلق، مين خابت، مين صابت، دي كلها ممارسات غير مقبولة إنسانيا. عشان كده لما الزيارة بتخرج عن إطارها الطبيعي وبتتحول لأذى نفسي وضغط عصبي، بيبقى من حقك تماما إنك تحمي نفسك منها. ده مش معناه تقصير في صلة الرحم، لأن أصلا الغرض من صلة الرحم هو الراحة النفسية، وطالما الغرض منها مش موجود ولا متبادل يبقى من حقك ترفضي. الأفضل إنك تنسحبي بهدوء من الزيارات دي، إنك تقضي العيد بطريقتك انتي، بفرحتك انتي اللي بتسعدك وتريح بالك، لأن العيد فرصة عشان تجددي طاقتك وطموحك، مش عشان تستهلكي أعصابك ونفسيتك في قعدات بتسحب منك مش بتضيف ليكي. طب لو البنت مضطرة ومفيش مفر من الزيارة، لازم تتعلمي تقولي لأ لأي كلمة ما تعجبكيش أو فيها قلة ذوق، لازم تردي عليها. لو حد علق على شكلك أو وزنك، لبسك، قولي أنا عاجبني شكلي كده ومرتاحة جدا. كان بيجيلي وانا صغيرة تعليقات كتير بسبب الحبوب اللي في وشي، وكنت كل يوم بروح معيطة وزعلانة، وانا مش عاوزاكي تكوني زيي. انك تردي وتوقفي اللي قدامك عند حده، دي حقوقك الطبيعية كبني ادم، عمرها ما كانت قلة ادب. صلة الرحم غرضها المودة والرحمة والسؤال بالخير، مش التفتيش في الوزن والسن ومين اتجوز ومين لسه واقف في مكانه. نكد الأهل في الأعياد ده تقريبا بقى طقس رسمي من طقوسات العيد في بيوت كتير جدا، لدرجة تخليكي تسألي نفسك هو احنا ليه لازم نتخانق يوم العيد وبيتنكد علينا بالشكل ده. مشكلتنا في الأعياد إن المجتمع اختزل شعور الفرحة البسيط وحوله لشروط مادية واستهلاكية. العيد يعني كحك، العيد يعني لحمة، العيد يعني هدوم جديدة وعيدية وفلوس وخروجات. محدش علمنا ازاي نفرح باللاشيء، ازاي نتبسط لمجرد اننا مع بعض. الفرحة بقت مشروطة، والشرط ده مادي ومكلف جدا، وده بيخلق ضغط اجتماعي رهيب جدا على الأب والأم. الأب بيبقى مطحون تحت ضغط مادي بإنه لازم يوفر كل الشروط دي عشان يثبت إنه أب ناجح، والأم شايلة ضغط المظهر الاجتماعي والعزومات والبيوت والالتزامات. وطالما هم مش متعلمين ازاي يفصلوا أو يعبروا عن الضغط ده بشكل صحي، ويحصل عندهم حاجة اسمها الإزاحة النفسية، يعني شحنة الغضب والتوتر دي كلها بتتفرغ فجأة في الحلقة الأضعف في البيت اللي هم الأولاد. عشان كده في الأيام دي بالذات لازم تبعدي عن السوشيال ميديا، لأنها المنبع الأساسي للمقارنات والضغط المظاهر اللي بنحكي فيه. لما تكوني قاعدة في البيت وميزانيتك أو ظروفك مش سامحالك تخرجي وتتفسحي وتفتحي الستوريز وتلاقي دي مسافرة ودي بتشتري براندات ودي في خروجة غالية، تلقائيا هتحسي بضيق وزعل. السوشيال ميديا بتبوظ عليكي أبسط الحاجات، يعني لو قاعدة مبسوطة بفيلم وبيجامة مريحة وكوباية نسكافيه مثلا، لقطة سفر واحدة على الموبايل ممكن تحسسك إن قعدتك دي فشل وملل، مع إنها في الحقيقة راحة بال ونعمة كبيرة. عشان كده صناعة الروتين مهمة جدا منعا لتجنب الملل، أو لأن الروتين ده هو اللي هيحميكي من الفراغ اللي بيخليكي تجري على الموبايل وتفتحي السوشيال ميديا. حاولي تستمتعي بوقتك في العيد، مارسي هوايات، تخرجي، شوفي مسلسلات، العبي ألعاب، شغلي مسرحية قديمة، أي شيء بيفرحك اعمليه. في العيد الروتين اليومي المعتاد بيتكسرش، والكل بيبقى متواجد في نفس المكان لعدد ساعات أطول، والقرب المفاجئ ده مع غياب مساحات الخصوصية بيخلي الأنا عند كل شخص تصطدم بالتاني. فالمظاهر الاجتماعية دي بتنشط جوانا حاجة اسمها نزعة السيطرة وفرض الهوية،
فلما بيجوا يصطدموا بالجيل الجديد اللي بيحاول يستقل بنظامه وتفكيره بيتحول صراع الأجيال، زي إن البنت عايزة تخرج مع صحابها ومش عايزة تقعد في التجمعات العائلية اللي بتجيب ليها ضغط، أو عايزة تفرح بطريقة مختلفة عن أهلها. ده غير إن الأهل طول السنة جسمهم بيكون واخد على هرمونات الضغط والقلق بسبب السعي والشغل والدراما اليومية. جهازنا العصبي حرفيا بقى مدمن الحركة والمجهود. لما بيجي العيد وفجأة كل حاجة تقف ونقعد في هدوء، الدماغ ما بيفهمش الراحة المفاجأة دي، بيترجم الهدوء ده على إنه فراغ مرعب أو حاجة مش طبيعية. وعشان يرجع نفسه للسيستم اللي هو متعود عليه، العقل الباطن بيبدأ يخلق أي مشكلة، أي خناقة من تحت الأرض أيا كانت إيه الأسباب. عاوزاكي تعرفي إنك مش لوحدك، ومش ذنبك إنك اتولدتي وسط ناس مش بيعرفوا يفرحوا غيرهم. الأهم دلوقتي إنك توقفي جلد ذات وتفهمي إنك مش مسؤولة عن سعادتهم ولا عن تغيير طباعهم. مسؤوليتك الأولى والأخيرة هي نفسك وبس. خدي نية بقرار إنك هتفرحي العيد ده بالرغم من أي مشاكل في البيت هتحصل. لو استنينا البيوت تبقى مثالية وفاضية من المشاكل بنسبة 100% عشان نفرح، عمرنا ما هنفرح أصلا. المشاكل هي جزء طبيعي في أي بيت، إذا كان في وجود العيد أو من غير وجود العيد، هي كده كده أصلا موجودة. لما انت تقرري تفرحي بالمتاح، انت كده بتعظمي شعائر ربنا وبتاخدي ثواب على مجاهدتك لنفسك ومقاومتك للحزن والنكد. مش عيب أبدا إنك تفرحي لوحدك، العيب إنك تسيبي أيام العيد تعدي وانت مقهورة بسبب طاقة أصلا مش بتاعتك.